السلام عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، اليوم بحلقه جديده وحلقه ناريه. طبعا شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. اجواء رمضانيه رهيبه، بس كان ينقص ايش؟ ما في اسبوع فيفا. اذا ما كان في اسبوع فيفا وفي مباريات دوري ابطال اوروبا رهيب. طبعا اليوم حلقتي غير عن كل الحلقات، لكن اليوم حلقتي توقعاتي لدوري الابطال والدوري الاوروبي. طبعا السنه الاولى توقعت دوري الابطال فقط، هذه السنه انا غير، ولا يوتيوبر توقع الدوري الاوروبي ودوري الابطال ابدا، لكن انا طبعا غير عن كل اليوتيوب، فتوقعت الليله ساتوقع لكم دوري الابطال والدوري الاوروبي. وخلي احنا نبدا بالحلقه. قبل ما ابدا بالحلقه ولا اشترك بالقناه وفعل زر اللايك، وهذا رمضان نشي دعم، نشي اهم شيء الاخلاق. وتحياتي له، تحياتي لكم. نخش بالحلقه. طبعا توقعاتي دوري ابطال اوروبا، ساتوقع من المباراه الاقل رتما يعني والى الاقوى، يعني من الصغير للكبير. طبعا نحن برياضيات، لكن يعني اول مباراه بين انتر ميلان وبنفيكا. طبعا توقعاتي لهذه المباراه يعني انا اقول لكم التوقع وليش اخترت هذا التوقع. طبعا أنا مباراه انتر ميلان وبنفيكا، بنفيكا يمر بفتره يعني حلوة ورهيبة بالدوري البرتغالي، متصدر الدوري آخر 5 مباريات، يعني محقق نتائج رهيبة. بالمقابل انتر ميلان يمر بموسم ليس جيد، سواء على الدوري أو دوري الأبطال. مدري كيف تأهل، يعني دوري الأبطال ما هوش فاهم كيف، صح؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك، أنا ذات نفسي مش عارف. طبعا توقعي لهذه المباراة تأهل بنفيكا. ليش بنفيكا؟ يعني يمر بفترة يعني متوازنة والأمور عنده سمن على عسل، مش نفس انتر ميلان، فتوقعي انه بنفيكا. المباراة الثانية بين نابولي واي سي ميلان. طبعا نابولي يمر بفترة، يعني إذا جيت سألت أي واحد، حتى لو جيت سألت الجدال هذا، يقول لك من أفضل فريق بأوروبا، يقول لك النابولي هذا الموسم. نابولي هذا الموسم حطم كل الأرقام القياسية، أكل الأخضر واليابس، يعني بالمختصر. بالمقابل ميلان ايش؟ يمر بفترة يعني ما هوش نفس الموسم الأول. نفس الموسم الأول أخذ الدوري الإيطالي، لكن هذا الموسم يصارع على دوري الأبطال. يا الله ويتأهل دوري الأبطال، عادوا بالمركز الرابع، يعني فاصل بينه وبين روما نقطة واحدة على المركز الخامس. فتوقع لهذه المباراة نابولي. طبعا اللي يجي يقول لي دحين كيف ليش تتوقع نابولي، والنابولي أول مرة يتأهل بتاريخه يعني ربع النهائي ومش متعود على أجواء نفس اي سي ميلان. لكن لا، أنت لما تيجي تشوف نابولي مستعد ذهنيا وعقليا وحبيبي والله. أما ميلان مش مستعد أبدا، يعني صح إنه تأهل، بس ميلان على من تأهل نسيت. أهم شيء هو تأهل يعني، بس ما هوش هذاك التأهل المقنع، اللعب المقنع نفس ما لعب نابولي. المباراة الثالثة بين ريال مدريد وتشيلسي. طبعا الاثنين الفريقين ريال مدريد وتشيلسي يمر بفترة سيئة. ريال مدريد يمر بفترة سيئة بالدوري، بس يعني لما تيجي دوري الأبطال يعني ريال مدريد يقتلب 180 درجة، يعني لا تأمن ريال مدريد دوري الأبطال أبدا. وتشيلسي بدي يستعد توازنه بالدوري ودوري الأبطال، لكن يريده له وقت. أما ريال مدريد يعني بطولته المفضلة. من كان أمس إيش دخلهم، من كان يتوقع الموسم الأول فوز ريال مدريد دوري الأبطال؟ أتوقع ولا حد. ليش؟ لأنه كان في بايرن ميونخ، في مانشستر سيتي، في ليفربول، لكن ريال مدريد فاجأنا، خرج السيتي وليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان بكل نجومه. فيعني ريال مدريد لا تأمنوا بهذه البطولة أبدا، بطولته المفضلة. نأتي الآن إلى المباراة الرابعة وآخر مباراة وأقوى مباراة بالنسبة لي أشوفه، مانشستر سيتي بايرن ميونخ. مانشستر سيتي يمر بفترة رهيبة بالدوري، فايز آخر 5 مباريات بالعلامة الكاملة، فايز. يمر بفترة رهيبة، متأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فارق نقطة واحدة عن الصدارة بالدوري الإنجليزي. يعني فريق يعني متوازن ومستعد لهذه المواجهة. بالمقابل بايرن ميونخ أيضا بالدوري الألماني فارق نقطة عن بروسيا دورتموند المتصدر، لكن هناك فرق لما تقول الدوري الألماني والدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي أقوى رتما وأقوى يعني لياقة واللعب، أقوى من الدوري الألماني وبه منافسة أحسن. بايرن ميونخ بدوري الأبطال متأهل لربع النهائي، لكن بايرن ميونخ أقال مدربه ناجلسمان، فلذلك يعني عينوا توخيل. فتوخيل يحتاج له، يعني احتمال يحتاج له وقت عشان يتأقلم مع اللاعبين وأسلوب النادي. فلذلك أنا أتوقع تأهل مانشستر سيتي. يعني مانشستر سيتي
تأهل لنصف النهائي. والمواجهة ستكون كالتالي: ريال مدريد مانشستر سيتي بنصف النهائي، بالمقابل نابولي وبنفيكا. وأنا أتوقع النهائي يعني لم يخب ظني ريال مدريد نابولي طرف بالنهائي. لا تحاول أبدا. نابولي أنا أشوفه طرف بالنهائي. يعني ممكن يعني بايرن ميونخ، ممكن الريال، ممكن السيتي، لكن نابولي هو الطرف الوحيد بالنهائي. يعني هذا اللي أكيد له. طبعا هذه الحلقة في بعقاب. أنا أتوقع أن 4 مباريات دوري أبطال، 4 مباريات دوري أوروبي. إذا غلطت معي مسموح بغلطتين، الغلط الثالث عقاب، والعقاب تكتبه في التعليقات يعني بعد المباريات. يعني بس عقاب حلو، يعني مش يقفز من فوق 5 والدوار، مش يعني هذا ما هوش عقاب قلدك يعني يعني سهل، ما هوش. خلينا الآن نأتي إلى الدوري الأوروبي ونتوقع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم. يعني ما فيش فرق بينه وبين دوري أبطال أوروبا، كله قوي، مباريات قوية وكل شيء. يعني نأتي الآن إلى المباراة الأولى بين يونيون البلجيكي وباير ليفركوزن الألماني. طبعا باير ليفركوزن يعني ما أحتاج، يعني يونيون البلجيكي أول مرة أسمع به طبعا، يعني ما نجدري إيش أقدم وإيش. لكن باير ليفركوزن فاز على بايرن ميونخ الجولة الأولى، فلذلك هو المتأهل. خلاص فز على بايرن ميونخ، يعني المتأهل باير ليفركوزن. المباراة الثانية بين فينورد الهولندي وروما الإيطالي. طبعا فينورد يمر بفترة حلوة بالدوري الهولندي، متصدر الدوري، مقابل روما بالمركز الخامس يصارع على التأهل لدوري الأبطال، وما هوش عنده هذه القوة نفس فينورد. لكن لحظة، الدوري الهولندي يعني متصدر الدوري الهولندي كأنك بالمركز السابع بالدوري الإيطالي، يعني هذه من عندي طبعا. يعني ما تقارنش الدوري الهولندي بالدوري الإيطالي، فلذلك أنا أتوقع روما المتأهل، لأنه روما يأخذ تحدي قدام إنتر ميلان، الميلان، يوفنتوس، نابولي. بالمقابل فينورد أمام ايندهوفن أو أياكس، وايندهوفن وأياكس ليس بتلك القوة نفس المواسم الأولى، فلذلك أنا أتوقع روما المتأهل. المباراة الثالثة بين مانشستر يونايتد وإشبيلية. طبعا هذه المواجهة كانت بدوري الأبطال ب 2018 وانتهى ب 2-1 إشبيلية، بتأهل إشبيلية بدوري الأبطال ب 2018. لكن اليوم تتجدد في بطولة أخرى أوروبية. وطبعا يعني إشبيلية مش إشبيلية الموسم الأول، يعني اللي أخذ الدوري الأوروبي. إشبيلية هذا الموسم يعاني سواء بالدوري أما بالدوري الأوروبي. يعني صح إنه بطولته المفضلة، لكن ما هوش بهذه القوة يعني اللي تخلوا يتأهل على مانشستر يونايتد. طبعا مانشستر يونايتد يعني قدم أداء كبير باستثناء من الخسارة قدام ليفربول ب7-0. فلذلك أنا أتوقع المباراة فوز مانشستر يونايتد وتأهل مانشستر يونايتد. الآن المواجهة الأقوى بالنسبة لي بالدوري الأوروبي بين يوفنتوس وسبورتنج لشبونة. يوفنتوس يقدم أداء يعني آخر 5 مواجهات يوفنتوس فاز ب4 مباريات وتعادل بمباراة، يعني قدم أداء رهيب بآخر 5 مباريات. بالمقابل سبورتنج لشبونة يعاني بالدوري الأوروبي، يعاني بالدوري البرتغالي باحتلاله المركز الرابع. ولكنه بدي يستعيد توازنه بآخر 5 مباريات، حيث فاز ب5 مباريات من أصل 5 بالعلامة الكاملة. فلذلك يعني أنا أتوقع المتأهل من بين يوفنتوس وسبورتنج لشبونة يوفنتوس. توقعي للتأهل يوفنتوس. فلذلك يعني هذه النتائج المتأهلين. طبعا هذه توقعاتي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، وافعلوا لايك، اشتراك هنا، تعليق حلو كذا، والعقاب إن شاء الله بعد المباريات، بس عقاب يعني وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.